كلنا بنحب الرنجة ومفيش حد بيقول عليها لا. فالنهارده هعمل معاكم وصفة لذيذة جدا. هنعمل الرنجة مكعبات الرنجة كده ومعاها صوص، وكمان هنعملها بالبنجر. هيبقى في معادلة حلوة كده ما بين البنجر والصوص وطعم الرنجة. الوصفة سهلة وهنحضرها سوا. بصي يا ست الكل، اول حاجه انا جبت كده طبق وهنزل فيه بمعلقتين كبار من اللبنه، لو مش متاحه يبقى بديلها عادي جبنه كريمي. وعندي بنجر كنت سلقاه هعمله كده ابشره ناعم واخلطهم مع بعض. تاني حاجه هجيب بوله هنزل فيها بربع كوبايه من مايونيز، معلقه كبيره من المستردة، عصير ليمون، معلقه صغيره من الخل، وعندي هنا شبت مفروم ناعم جدا. قلبي قلبي كله مع بعضه كده وانزلي عليهم بمكعبات الرنجة. كده خلاص الطبقه التانية جاهزه. جبت بقى هنا جبت قالب بالشكل ده وسكنت فيه كيسه علشان تبقى سهله وانا بقلبها. وطبعا نسيت اقول لكم ان انا حطيت شويه من الزيت على المكونات وانا بعمل الرنج. تمام. سكنت اول طبقه من البنجر وهنزل عليها بالراحه خالص كده طبقه الرنجه اللي احنا عملناها، وبعدين هوزعها بالراحه عشان احاول يبقى فيه طبقتين. هندخلها التلاجة كده ممكن تتماسك على الاقل كده 10 دقايق، وتطلع بقى يا ست الكل بالطبقتين المميزين دول. وقدمتهم في طبق ابيض كده طويل علشان يبقى شكلها باين، وحطيت عليها شويه من الشبت. خلصت وصفه النهارده، سهله جدا ولذيذه. ولو عجبك الفيديو سيف، وانا اسمي رنا، اشتركي في القناه لو مش مشتركه. بالهنا والشفا مقدما. باي باي.